السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم سنة تانية إعدادي. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر سعيد السيد ودي قناتكم ذاكري أونلاين. طبعا أنت الفترة اللي فاتت كنت مسحول في مذاكرة العربي والعلوم والدراسات وباقي المواد الأساسية، وناسي خالص مادة التربية الدينية الإسلامية وإنها مادة نجاح ورسوب، وعايز حاجة تذاكرها بسرعة وفي نفس الوقت تكون ملخصة المادة بشكل كبير علشان تقدر تحل في الامتحان وتنجح فيها. عشان كده عملنا لكم فيديو النهاردة اللي فيه نموذجين مهمين جدا وفيهم أسئلة متوقعة بشكل كبير، هتدخل اللجنة هتلاقيهم في الامتحان، فركزوا معايا وكملوا الفيديو ده للنهاية. قبل ما نبدأ في حل الأسئلة، لو شايف إنك بتستفاد من المحتوى اللي بنقدمه ما تبخلش علينا باللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان تتابع كل فيديوهاتنا أول بأول. أول مجموعة أسئلة بتجيلنا في الامتحان يا شباب بتكون خاصة بجزئية العقيدة. بيقولك اختر الإجابة الصحيحة. يزرع الإيمان باسم الله الغني في نفس المسلم بذور إيه؟ الكبر ولا القوة ولا القلق ولا التواضع؟ طبعا بيزرع التواضع، لأنه بيوقظ في قلب المؤمن إدراك وفهم لحقيقة فقره وعجزه أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، فبيتعلم بقى التواضع، ده اللي بيزرعه اسم الله الغني. طيب الإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان إيه؟ الإخلاص ولا الإحسان ولا الجهاد ولا الإيمان؟ الإيمان بالقضاء والقدر ده ركن من أركان الإيمان وكمان عنصر أساسي في العقيدة الإسلامية. طيب بيقولك وضح متطلبات التوحيد، أو السؤال ممكن يجيلك بطريقة تانية يقولك ما الذي يقتضيه توحيد الله من المسلم؟ طب هو يعني ايه التوحيد الأول يا مستر؟ يعني بتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولا شيء مثله، اللي هو تفسير سورة الإخلاص. طيب ايه بقى متطلبات التوحيد؟ هقوله التوحيد بيقتضي من المسلم إفراد الله بخصائص الإلوهية في تصريف كل أمور الكون وتدبير حياة البشر. يعني يا شباب يكون المسلم مؤمن أن الله فرد أحد وهو المتصرف في كل أمور الكون. تاني بقى مجموعة أسئلة بتجيلنا في الامتحان بتكون خاصة بالقرآن والتفسير. بيقولك اختر الإجابة الصحيحة. قال تعالى يهب لمن يشاء. حكم النون هنا إيه؟ إخفاء ولا إقلاب ولا إدغام بغنة ولا إظهار؟ طبعا حكم النون هنا إدغام بغنة، الإجابة رقم 3. طيب وضحت سورة الجمعة أن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يعملوا بها كمثل إيه؟ طبعا كمثل الحمار يحمل أسفارا. طيب أسفارا يعني إيه؟ أسفارا يعني كمثل الحمار الذي يحمل كتبا ثقيلة ما يفهمش ولا يفقه اللي موجود فيها ولا يعمل بها. طيب أجب عما يلي. ماذا تعلمت من سورة الجمعة؟ اتعلمنا إيه من سورة الجمعة يا شباب؟ احنا عندنا سورة الجمعة بالمناسبة هي حفظ. هقول له مثلا تعلمنا منها أهمية يوم الجمعة وتقديم طاعة الله وذكره على الدنيا والتجارة، وكمان ضرورة الموازنة بين العمل والعبادة. طيب ما المناسبة التي نزلت فيها سورة المنافقون؟ سورة المنافقون بالمناسبة عدد آياتها 11 آية، لأن ممكن يجينا في الامتحان يقول لنا كم عدد آياتها، وهي بالمناسبة برضو سورة المنافقون حفظ. هقوله بقى هنا نزلت سورة المنافقون في غزوة بني المصطلق، حيث وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أخبار مؤكدة بأنهم يعدون العدة لمهاجمة المدينة، فبادرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهم. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك اكتب من قوله تعالى في سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم إلى آخر السورة. أقول له إيه؟ أقول له بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. قبل ما نتنقل على مجموعة الأسئلة اللي معانا بعد كده يا شباب، حابب ألفت انتباهكم لحاجة مهمة جدا. اليوتيوب بيقول لنا إن أكتر من 75% من اللي بيشوفوا محتوى القناة غير مشتركين للأسف. ليه الجحود ده؟ ليه ده؟ طب ما تجرب يا أخي، أنت غرمان حاجة؟ أنت عندك حاجة تخسرها. فلو انت شايف انك بتستفاد من الفيديوهات اللي بننزلها ما تبخلش علينا باشتراكك في القناة، لأن ده بيدعمنا ويشجعنا إننا نعمل لكم فيديوهات أكتر. بعد كده بقى بيجينا في الامتحان السؤال رقم 3 هو العبادات. بيقول لك أكمل ما يأتي.
من يعجز عن الصلاة قائما عليه أن يصلي إيه؟ عليه أن يصلي جالسا، يعني لما يقدرش يصلي وهو واقف بيصلي وهو جالس أو هو قاعد. طيب صلاة الاستسقاء يصليها المسلمون في إيه؟ طبعا بتكون في فضاء مفتوح. طب واحد هيسألني يقول لي هي إيه صلاة الاستسقاء دي يا مستر؟ دي يا شباب بنصليها علشان نطلب الغيث ونزول المطر من الله سبحانه وتعالى، ولازم تكون في فضاء مفتوح أو مكان مفتوح. طيب وضح ما المقصود بجمع التأخير في الصلاة؟ يعني إيه جمع تأخير؟ هو أن يصلي المسافر الظهر والعصر في وقت العصر، بيصليهم مع بعض، ده جمع التأخير يا شباب. بعد كده بيكون معانا أسئلة خاصة بجزئية السير والشخصيات. بيقولك اختر الإجابة الصحيحة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة، وهي الوحيدة التي كانت إيه؟ أرملة ولا بكرا ولا مطلقة ولا من غير قريش؟ طبعا تزوج السيدة عائشة وهي الوحيدة اللي كانت بكرا، يعني ما كانتش متزوجة قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وقعت غزوة خيبر في العام نقط الهجري. غزوة خيبر يا شباب كانت في العام 7 الهجري. طيب ده علامة صح أو خطأ؟ كان سبب فتح مكة هو نقد قريش لصلح الحديبية. هقول له أيوة الكلام ده صح. طيب كان انسحاب خالد بن الوليد بجيش مؤتة هزيمة للمسلمين؟ لا خطأ، ده انسحب بالجيش دون هزيمة. طيب اذكر موقفا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والتعليم. ايه الموقف اللي احنا فاكرينه للرسول يا شباب بيدل على اهتمامه بالعلم والتعليم؟ هقوله بقى عندما جعل تعليم المسلمين القراءة والكتابة فداء لبعض أسرى غزوة بدر. آخر بقى جزئية بتجيلنا في الامتحان بتكون خاصة بالقيم والأخلاق. بيقولك اختر الإجابة الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة: اللهم اهد قومي، ولا الصبر ضياء، ولا اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ طبعا قال لأهل مكة في فتحها اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني أنتم أحرار. طيب من مظاهر عفة اللسان الصدق ولا التسامح ولا الصلاة ولا النميمة؟ من مظاهر عفة اللسان يا شباب عندنا مظاهر كتيرة لعفة اللسان زي الصدق والكلام الطيب وتجنب الغيبة والنميمة. هنا جايب لي الصدق بس يبقى هختاره. طيب وضح أثر التسامح على المجتمع. لما يبقى المجتمع متسامح اللي ممكن يحصل؟ هقول له بقى يجعل الحياة أكثر ودا وأمنا واستقرارا. طيب خلونا نحل كمان نموذج تاني مهم جدا وفيه أسئلة في غاية الأهمية، ركزوا معايا يا شباب. أولا جزئية العقيدة. بقولك اختر الإجابة الصحيحة. قول المؤمن قدر الله وما شاء فعل بيدل على إيه؟ على السخط يعني الغضب، ولا الجزع، ولا التسليم، ولا الندم؟ طبعا بيدل على التسليم بأمر الله. المؤمن دايما لازم يرضى ويسلم بقدر الله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. طيب كل الرسالات السماوية دعت إلى إيه؟ جمع المال؟ لا طبعا. طيب دعت إلى التراخي في العمل؟ برضو لا. الحد من الاجتهاد؟ لا برضو. دي دعت إلى التوحيد. كل الرسالات السماوية دعت إلى التوحيد. طب ماذا يمنح الإيمان بالقضاء والقدر النفس المؤمنة؟ ممكن الإيمان بالقضاء والقدر ده بيمنح النفس بتاعة المؤمن إيه؟ بيبقى عندها طمأنينة عميقة، لأن الإيمان بالقضاء والقدر يا شباب بيجعل النفس ترى الأحداث والمواقف في حياتنا بعين الرضا والتسليم. يبقى هنا لازم نبقى عارفين إن الإيمان بالقضاء والقدر بيمنح أو بيعطي النفس المؤمنة الطمأنينة وبيخلينا نبقى راضيين. طيب بعد كده بيبقى عندنا أسئلة القرآن والتفسير. بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة. عدد آيات سورة الجمعة نقط آية. احنا لسه قايلين من شوية سورة المنافقين 11، برضو سورة الجمعة يا شباب عدد آياتها 11 آية، يبقى اختار الإجابة رقم 3. طيب قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة مع الغنة هو إيه؟ ده معنى الإقلاب. قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة مع الغنة ده هو الإقلاب يا شباب. طيب السؤال اللي بعد كده يقول لك ما الواجب علينا فعله حتى نبتعد عن النفاق؟ أقول له يجب علينا مراقبة الله في السر والعلن ومطابقة الأقوال بالأفعال، يعني اللي نقوله نعمله، والصدق كمان يكون عندنا في كل الأمور.
طيب بيقول لك اكتب من قوله تعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إلى قوله والله خير الرازقين. هقول له إيه؟ أقول له بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. بعد كده شاب معنا ثالثا جزء العبادات. بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة. يجوز الفطر في رمضان للمرأة ايه؟ العاملة ولا المرضعة ولا المربية؟ طبعا هنا هقول له يجوز الفطر في رمضان للمرأة المرضعة، الإجابة رقم 2. طيب صلاة الخسوف مرتبطة بظاهرة ذهاب ضوء ايه؟ قالوا طبعا ذهاب ضوء القمر. أما صلاة الكسوف يا شباب فبتكون العكس، عند غياب ضوء الشمس. نفرق ما بين الخسوف والكسوف. الخسوف مرتبط بظاهرة ذهاب أو غياب القمر، أما صلاة الكسوف فمرتبطة بالشمس. طيب متى يقوم المسلم بصلاة الاستخارة؟ عندما، هقول له إيه؟ عندما يصعب عليك الاختيار بين أمرين. يعني انت مثلا محتار بعد تالتة اعدادي تدخل تمريض ولا ثانوية عامة، فبتصلي لربنا صلاة اسمها صلاة الاستخارة وتطلب منه التوفيق لما فيه الخير ليك. طيب رابعا بقى السير والشخصيات. معنا أسئلة السير والشخصيات. بيقولك اختر الإجابة الصحيحة. كانت قبيلة نقط حليفة للمسلمين عندما اعتدت عليها قريش؟ خزاعة ولا بنو بكر ولا هوازن ولا ثقيف؟ طبعا كانت قبيلة خزاعة يا شباب حليفة للمسلمين، يعني متعاونة مع المسلمين، فلما قريش اعتدت عليها قرر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه يفتح مدينة مكة. يبقى اختار الإجابة رقم 1. طيب مقولة اذهبوا فأنتم الطلقاء قالها النبي صلى الله عليه وسلم في، طبعا لسه قايلينها من شوية، في أهل مكة لما فتح سيدنا محمد مكة قال لأهلها اذهبوا فأنتم الطلقاء، وبكده سيدنا محمد سطر صفحة من أعظم صفحات العفو والتسامح. طب وضح الأدوار المتعددة التي قام بها المسجد النبوي. إيه الأدوار بتاعة المسجد النبوي يا شباب؟ هقول له بقى: لم يكن مجرد مكان للعبادة، بل كان مركزا جمع بين التربية والتعليم والإدارة والقضاء والقيادة. طيب كيف كانت مكانة السيدة فاطمة عند أبيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هقول له بقى: كانت أقرب الناس إلى قلبه، فكان يقوم لها إذا دخلت عليه ويقبلها ويجلسها في مجلسه، وكمان بشرها بأنها سيدة نساء المؤمنين. آخر بقى مجموعة أسئلة معانا بتبقى في الامتحان هي خاصة بالقيم والأخلاق. بيقول لك ضع علامة صح أو خطأ. التسامح خلق يختص بالتعامل مع المسلمين فقط؟ هقول لا غلط، ده المفروض يكون مع الجميع. طيب تهذيب النفس يعني إصلاح الظاهر فقط؟ هقول لا غلط، ده تهذيب النفس ده بيعني تطهير القلب من الأمراض الباطنة زي الحسد والكبر والغضب، ونزرع مكانهم الحب والمودة والرحمة والتواضع. طيب بيقول لك اذكر مثالا على تسامح النبي صلى الله عليه وسلم. لسه قايلينها من شوية، عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة يوم الفتح عندما قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني انتوا أحرار ومش هعاقبكم على كل الأذى اللي أذيتوه ليا وللمسلمين. ده مثال عظيم على التسامح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. وبكده شباب يكون خلص فيديو النهارده. لو حابين اننا نعمل لكم فيديوهات اكتر يا ريت تقولوا لنا في التعليقات. وفي النهايه لو شايف انك استفدت من الفيديو ده ما تبخلش علينا باللايك الجميل والاشتراك في القناه علشان تتابع كل فيديوهاتنا اول باول. سلام.